السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد، نهار اختي كله حداقه وطاقه ايجابيه. شاركت معكم هنا من الصباح كيف العاده، وجدت فطوري، صيبت قهوه وصيبت هنا الحرشه. انا من عشاق القهوه، واخا ماشي دائما، كنبغي نحاول هكا مره ندير اتاي، ولكن العشق اختي هو القهوه. وما يمكنش اختي من ورا الفطور ما نديرش هاد الجليسه مع راسي، جليسه التامل اللي كنرتاح فيها وكنبدا بها النهار ديالي. وهنا حبيباتي قبل ما ندوز للروتين ديال الدار، الشغل اختي اللي ما كيساليوش. قلت غنشارك معكم شي حويجات هكا خديتهم الكتاكيت البارح في العشيه. اختي غنبدا بهاد الكيطمه هادي او هاد السورفيت هادي، خديتها البنوته ديالي. شوفوا كيف كتجي، صراحه سخيخه وزويونه. عرفتوا واحد الموديل كيحمر ولكن في الابيض، عرفتوا راكم عارفين مع الدراري هكا فهاد اللاج هادي راه صعيب دوك الالوان هادو. راه شوف عرفتوا راه حمقاتني، ولكن في الابيض ما زعمتش صراحه ناخذها في الابيض. كنت باغا ناخذ لها هكا شي وحده 3 بياس، ولكن حتى من بعد غنزيد لها شي وحده 3 بياس. البارح ما لقيتهمش، البارح كان لعب المنتخب. راكم عارفين اختي مع الكره الحانوت اللي كندخل له مولاه مغيب هكا في الكره وداكشي. صافي، ومعظم ديال الحوانت بزاف كانوا ديال المحلات كانوا البارح سادين، واللي حل ما مساليش. صافي تا بغيت قلت كون يسحاب لي ساجد، قلت راجل قلت له كون يسحاب لي كون حتى اليوم عاد خرج. قلت له البارح كان كلشي مغيب. هاد كيتمه ديال بنتي، وهادي خديتها لولدي. شوفوا كي كتجي من اللور، صح هادو واخده منهم وحده. داكشي علاش عجباتني الكاليتي ديالها، ما تحببو ما حتى شي حاجه زعما راه صبنته وكلشي. داكشي باش خديت له وحده اخرى. عرفتوا دابا مع الدراسه والبرد يعني كيليقوا صراحه غير بحال هاد هكا بحال هاد الكيطمات هادو. وكيجي هو هذا السريوي ديالها بحال هاد الشكل. ما لقيتش صراحه الالوان بزاف فين اختي، صافي قلت هاد اللون نيت ما عندوش، صافي خديت له هاد اللون هذا. ايوا اختي ندوزو البيجامات ديال الكتاكيت. شوفوا كي دايرين هادو، عرفتي حليل وين ديال البنوتات الصغار، عرفتوا واعرين صراحه. تلقيهم في الكبير وما يكونوش هكا زوينين حليلوين بحال ديال البنوتات الصغار. شوفوا يا اختي الكولون ديالها. هادو دايرين 50 درهم صراحه، رخاص وزوين، الكتب ديالهم واعر. وشوفوا لي هادي عاوتاني، هادو عرفتي واعره سخيفه. اصلا انا عندي الدار بصراحه بارده، وهكا الحمام وداكشي. شوفوا كتجي هكا بحال القبيه فيها الجيوب من هنا. وحتى لا كولور ديالها زوينه. كان فيها بالنسبه للالوان اللي كانوا فيها غير هاد الباج والكحل والقرونه وقيله. صافي كانوا فيها غير هاد ثلاثه ديال الالوان. صافي عجبني هاد الباج هذا. هذه حتى هي 50 درهم. عرفتوا البيجامات ديال البنوتات فن. بنتي اللي خديت لها جوج بيجامات، حيت البيجامات ديالها اللي كانوا عندها صغار وعليها ولاو كيجوا هكا ما مريحاش فيهم. اما ولدي ما خديتلوش بيجامات، باقيين عنده البيجامات ديالو هكا زعما مزيانين. عنده بيجامات باقيين مزيانين. زعما باقيين عنده البيجامات. هادي الله يبا خديتها حتى هي لبنتي. شو البارح انا خلصت السيد، هي هزاتها وطيحاتها لي في الارض. شو عمرات انايا هكا بالغيس. وصافي خديت لهم هذا ولدي، خديت له هاد الصباديله هادي.
ولدي انا اختي هو اللي ولا كيختار. عرفتوا البيض كيجي صراحه اللبس ديالو انيق وما كاينش محسن من البيض. كيفتح اللبسه كيبهجها، وكيجي خلاص مع كلشي. ولكن عرفتوا مع الدراري زعما البيض ما نعاودش ليكم. ايوا هادشي اللي كاين. وبنتي خديت ليها هاد الصباط ديالها هادي. ايوا اختي ملي كنقولوا البنوتات كنقولوا ضروري اختي هادشي هذا. شكون اختي اللي بحالي اخت ما كتخليهمش ليا. هادو اختي بادات. وخديت عاوتاني شنو هادو، هاد البنات هادو وهادو. ها نتوما. وهادو عاوتاني. وهاد المقبط هذا صافي خديت لي انا واحد المقبط وهكا باندو ديال الشعر. كنت حيدته من هنا. وصافي حبوباتي كيكونوا هادو هما المشتريات اللي خديت للكتاكيت. غادي نجمع هادشي غنطويهم نديرهم اليوم هكا في البلاكار ديالهم، وغادي نوضوا اختي الروتين ديالي. واول حاجه غادي نبدا بها هما هاد الحويجات هادو كنصبنتهم. غنطلع هما الاولين نشرهم لانه الجو كيتقلب هاد اليومين هكا كانت الشتا. اليوم بان لي كاينه الشميشه. دغيا غنطلع نشرهم. اليوم صبحت السما صافيه ما كاين لا شتا لا والو. هاد يومين هادو اللي فاتوا كانت صبات الحمد لله شتيوه. في حال هاد الشهور هادو ما كتكون الشتا تبارك الله. ولكن هاد العام الحمد لله على كل حال. والله يرحمنا يا ربي ويهدينا ويعطينا كل ما هو فيه خير يا ربي. وهنا حبيباتي من بعد ما هبط جمعت هكا الدار. دوزت الشطابه ودزت مباشر لهاد الطبله هادي. غادي نمسحها مزيان، غادي نحلها هكا ونمسحها. كنمسح غير بهاد خل التنظيف زوين الخشب وفي نفس الوقت كينظف وكيعقم. هو اللي كنمسح به الطبله، كنمسح به البوطاجي، الثلاجه. الصراحه زوين كيتباع في بيم. عرفتوا هاد الطبله اللي ما كيعجبنيش فيها وهاد الدجاجات فيها دوك الخويات وفيها هاد الدجاجات. صراحه بعض مرات الانسان كيشري شي حاجه وكيدير ما كنستوعبوش شي حوايج من بعد عاد ندموا كاع عليهم. يعني ماشي عمليه. هي الصراحه زوينه وصحيه. عرفت شو الصح والعمل ديال برا، ولكن كيعصبوني فيها هاد الدجاجات هادو. ما نكرهش نخليها بحال هكا ما نغطيها ما حتى شي حاجه. كتجي زوينه في الشكل وكل شيء، ولكن هذوك الدجاجات هما اللي دير لها الديفو. حيت ملي ما كنغطيش الطبله هذوك الدجاجات كيوصل داك الفرتيت بين هذيك الدجاجه وبين الطبله. يعني خاصني في كل ما نحط هكا شي حاجه على الطبله ناكلو خاصني ضروري نبقى نهز هذوك الدجاجات. يعني داكشي ضروري خاصها تغطى. صافي هنا جريتها حيدتها من الوسط. عرفتوا شحال ثقيله عرفتوا كتقسم الظهر والله. هكا ما كنجرهاش صراحه بزاف. كنبغي كنسيقها كي من الفوق. ضربتها للتسيقه للدار فاعله تاركه. عرفتوا واحد التسيقه ديال كتبرد القلب. صافي من بعد رجعت كل حاجه لبلاصتها. وهاد المرحله هادي هي اللي كتعطيك واحد الراحه كتحسي بها ما يمكنش. عكس الدار الا كانت مرونه ومشقلبه راه كتمرضي والله حتى كتمرضي نفسيا. كتولي غير مع راسك مريضه. من عاد الله يحسن العوان انسان كان مريض كان ما فيش اللي يدير شي حاجه عاد ديك الساعه انسان راه ضروري غادي يعطي وقت لراسو هو الاول. ودابا جات مرحله التعطير. هاد بارفان هادي ديال هاد العود عرفتو زوينه بالنسبه للعشاق العود، لان اختي العود عنده العشاق ديالو وانا من العشاق ديال الرويحه ديال العود. عرفتو راه ما يمكنش كنحماق على شي حاجه سميتها العود.
البخور هكا كلشي، ولكن راه حتى الروايح ديال العود فيهم وفيهم. كاين داك واحد الريحه ديال العود كتكون خايبه، وكاينه واحد الروايح ديال العود اللي كيكونوا زوينين. هاد الريحه هادي وليت كنرشها غير في الدار. ومن بعد ما ساليت مباشره دخلت الكوزينه غنوجد ليهم العشيوه. تشهاو الحريره. قلت علاش لا ما نشاركش معكم الطريقه ديالي. هنا في الكوكو درت شويه ديال اللحم اللي مقطع مع واحد زلافه صغيره ديال الحمص وشويه القزبر المعدنوس الكرافس مقطعين وواحد بصله صغيره محكوكه. وبالنسبه للعطريه كندير الملحه التحميره البزار السكينجبير الخرقوم الطحون. كاين اللي كيدير القرفه، انا صراحه ما كنديرهاش. صافي هنا شويه ديال الزيت والعدس الحريره والطياب اي حاجه كل واحد عنده الطريقه ديالو. انا هذه الطريقه ديالي ديال الحريره. شحرت هكا دوك المكونات مزيان وضفت لهم المطيشه انا كنسلقها. ومن بعد ما تشحر كلشي غادي نزيد الماء وغنسد على الكوكوط ونخلي كلشي كيطيب. وغندوز هنا غنوجد بطبوط معمر. عندي هنا واحد زلافه ديال الفورص وزلافه ديال الفينو وشويه ديال الملح الخميره وغنعجنهم بالماء دافي. هنا قبل ما نعجن العجينه ديال هذا البطبوط دزت هنا خديت واحد المقله درت فيها واحد بصله كبيره مشحره مع شويه ديال الزيت ودرت هكا ديك البصله تشحر مع واحد الضريس ديال الثومه. غنخلي هاد البصله حتى غتنزل بحال هكا وغادي نزيد عليها شويه ديال الكفته وغنزيد العطريه الخرقوم مطحون سكينجبير البزار التحميره شويه ديال الملح. صافي هنا في الاخر غادي نضيف هنا هاد صوص صوجا. تقدروا ديروا هاد المهم الحشوه كتبقى اختياريه، انا درت لكم غير داكشي اللي درت وصافي. تقدروا ديروا هكا خيز محكوك ديروا فلفله. هنا انا ما كانش عندي الفلفله. صافي درت غير شويه هكا ديال البصله والكفته. من بعد ما طابت الحشوه درتها هنا في واحد الطبسيل وغادي نخليها على جنب نخليها حتى تبرد. ديما الحشوه ما نعمروش بها وهكا وهي تكون باقا سخونه ولا دافيه تبرد تماما. صافي هنا خديت دوك العجينه ديال البطبوط درت منها هكا الكريسات هادو. صافي بديت نعمرهم وغادي نغطيهم هكا نخليهم يختمروا غير شويه هكا واحد 10 ديال الدقائق صافي لانهم ديجا راهم خامرين. صافي وهنا ايدي هنا وهنا يعني الحريره كنطيب فيها وفي نفس الوقت كنوجد هكا دوك بطبيطات. هنا صافي الحريره كيف ما شفتوا طابت حليت عليها ضفت شويه ديال الشعريه مع صافي دورتها وغنزيد هنا مطيشه ديال الحك وغندير واحد البيضه في الاخر. كاين اللي ما كيديرش البيض، انا كيعجبني الحريره هكا فيها البيض. صافي هنا غادي درت المقله تسخن مزيان وغادي نقرص هاد البطبوطات هادو كيف ما شفتوا وغندهنهم بشويه ديال الزيت من الفوق غير هكا غير بشيته شويه ماشي يعني يجوا بزاف مزيتين. صافي وغناخذ بهاد الشيتانيت غندهن المقله. صافي كيكونوا هاد الوجه الفوقاني راه مدهون والوجه التحتاني كنحطوه على المقله اللي كتكون نتايا مدهونه. وصافي وهنا كنبدا نقلب غير هكا شويه ومباشره غنقلبهم. عرفتوا كيجيو زوينين بزاف وكيجيو خفافين ومفشفشين وكيجيو بنان بزاف. وملي كنكون دايره انا الحريره انا ما كيعجبنيش تكون بحالي ما كيعجبنيش نشرب الحريره بوحديتها. كيعجبني هكا ضروري ندير مسمنات معمرين هكا ولا شي بريوات شي حاجه ولا هكا بطبيطات هكا صغار معمرين ضروري. ما كيعجبنيش الحريره بوحديتها. صافي هنا الحريره كتكون وجدات جا داكشي نيشان قد الحريره كتكون هنا طابت بطبيطات حتى هما واجدين. وجبت هاد السوبيره هادي درت فيها الحريره. عرفتوا هاد العشيوه هادي فكرتني في رمضان مع هاد البطبوط والحريره وهاد السوبيره. والله الا حسيت اجواء ديال رمضان. وها هو نيت على الابواب، الله يوصلنا ليه بخير وعلى خير لا فاقدين لا مفقودين يا رب. وهذه العشيوه ديالنا اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. الحريره جات بنينه والبطبوط ما نعاودش لكم كيفاش كيجي صراحه لذيذ بزاف. وهذا هو الفيديو ديال هذا النهار هذا. كنتمنى ينال اعجابكم ونكون خفيفه على قلوبكم.
ولا عجبكم حبيباتي الفيديو ما تنسونيش من لي لايك ديالكم اللي كتشجعني وكتحفزني باش نبقى هكذا نحط لكم الفيديو. وكنكون وصلت لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء، وكنضرب لكم موعد فيديو قادم ان شاء الله.